هل تعرف من هم أقصر 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم؟ تعال لأخبرك. في المرتبة الثالثة نجد سواريز دي باروس، اللاعب البرتغالي الذي يبلغ طوله 1.59 سنتيمترا، والذي كان لاعب خط وسط هجومي خطير للغاية، حيث لعب لعدة أندية شهيرة من بينها بورتو ويوفنتوس ومارسيليا في أواخر الثمانينات والتسعينات. ثانيا مارسين جاروش، وهو لاعب كرة قدم بولندي يبلغ طوله 1.55 سنتيمترا، ورغم قصر قامته فهو معروف بمهاراته الرائعة لا سيما في تنفيذ الكرات الثابتة، بالإضافة إلى مهارات فنية تعكس قدراته الجيدة. وفي المركز الأول لأقصر لاعب في تاريخ كرة القدم سنجد إلتون غوميز، وهو لاعب كرة قدم برازيلي يبلغ طوله 1.54 سنتيمترا، ويعد أقصر لاعب كرة قدم على هذا الكوكب، لكنه في الجهة المقابلة يتميز بسرعة كبيرة وبمهارات خيالية